ولا بيفش غله في طفل مش مكتمل النمو اصلا. كنت في تجمع بس المره دي مش عائلي، قاعد بلعب مع طفل صغير عمره حوالي 2.5 سنين كده. الولد دمه زي العسل بس شقي شويه زي اي طفل في السن ده. هد حيلي الصراحه، مش عارف هو اللي شقي ولا انا اللي كبرت. بلاش دراما، خلونا في المهم احسن. وهو بيجري راح خبط في مامته وهي شايله صينيه عليها كوبايات. طبعا الصينيه وقعت والكوبايات اتكسرت. انتوا عارفين الباقي طبعا، إيه بيحصل في اي موقف زي ده. وممكن تكملوا مكاني كمان. بالظبط، الاكشن بدا والدم بقى للركب. لقيت بابا بيزعق ومامته بتزعق واخوك كبير بيزعق، رحت مزعق انا كمان. هي جت عليا شبشب طاير في الجو والاب بيقلع الحزام. انا من اللي شفته سخنت وقلت لنفسي ما تقوم تديله قلمين انت كمان بالمره. زعيق بصوت عالي وكل الكلام اللي بيتقال، مش قلنا بلاش تجري، مش قلنا مفيش لعب، انت ما بتفهمش. ومع الكلام ده بقى كان في قلمين كده على الماشي. لا والعركه ما خلصتش. سمعت ماما بتقول ايه بقى؟ حسابك معايا لما الناس تمشي. الحقيقه انا سايب كل ده وببص عليه هو. الولد اتخض وسكت فجاه، عينه مليانه خوف ودموع كتير. بصيت للاب والعصابه اللي حواليه وقلت في سري، هو فاكر كده بيربي ولا بيفش غله في طفل مش مكتمل النمو اصلا؟ ايوه مش مكتمل النمو. قبل 3 سنين قشره الدماغ اللي مسؤوله عن المشاعر والطاعه والانفعالات لسه ما اكتملتش. يعني مش قادر يلتزم، مش زي ما انت متوقع، مش بيقاوح وبيعند ومش عاوز يسمع الكلام. هو مش عارف اصلا يتحكم في تصرفاته. لما تضربه او تصرخ فيه انت مش بتربي، انت بترعبه وبتدمره حرفيا. عارف ان اللي حصل يعصب اي حد، بس احنا دورنا نربي ونعلم. ما تقوليش قلت له قبل كده، قول له تاني وتالت وعاشر كمان. طبيعي في السن ده انه يتحرك ويلعب ويخرب الدنيا، مش يتربط على كرسي يعني. الطفل في السن ده محتاج حضن مش زعيق، حد يمسك ايده مش يمدها عليه، توجيه مش تهديد. فاكر نفسك بتعلمه الادب وهو لسه عقله مش جاهز يفهمك اصلا. قولوا لي بقى في الكومنتات، لو ابنك وقع صينيه الكوبايات هتعمل ايه؟ شير للفيديو ومنشن بقى لاي حد فاكر ان الزعيق والضرب بيطلع عيال مؤدبه. سلام.